السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده انا عملت البسبوسه الجامده اللي انتوا شايفينها دي. انا جبت البسبوسه ديت سايبه، جبت نص كيلو سميد بسبوسه. على فكره كيلو البسبوسه السايبه الكيلو ب10 جنيه. تمام. نص معلقه، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه لبن، او يعني على قد ما تاخد، فاهماني؟ يعني قد ما تاخد معاكي لبن او زبادي، بس انا بحبها على طول، بعملها على طول باللبن، بتطلع جميله جدا. انا معايا شويه مكسرات هنا وشويه حلويات المولد، الحاجات ديت انا شايلاها طبعا، ما رضيتش اخليها ياكلوها. لا، هم مش بيحبوا ياكلوا الناشفه قوي دي. فانا قلت حلو كده لما احطهم كده على وش صينيه البسبوسه. لو انت عندك الحاجات دي تحطي على وشها، ما عندكيش الحاجات دي تحطي مثلا عندك سوداني ماشي، عندك زبيب ماشي. ما عندكيش حاجه تعملها ساده كده، تمام زي الفل. انا هكسرهم كده واحطهم عليهم. بس الصراحه كانت مديه طعم تحفه، كانت مديه طعم رهيب والله العظيم، الحلويات المولد دي في البسبوسه. انا كسرتهم كويس كده التلاتة اللي كانوا معايا، وكان عندي شويه سوداني من قبل كده، وكان عندي شويه زبيب. حطيتهم كلهم كده في الطبق كده وقلبتهم كويس مع بعض. معايا نص كيلو سميد البسبوسه ده يا بنات، الكيلو ب10 جنيه عند اي عطار بقال الحاجات دي. تمام. عليهم نص معلقه بيكنج باودر. هتقلبيهم كويس قوي. مفيش احسن ولا انضف من الحاجه اللي تعمليها لولادك ببيتك. اقعدي فيني كده وقلفي براحتك خالص خالص، انت محدش بيراقبك ولا حد بيبص وراكي، ولا لسه لما ما طلعتش معاكي حلوه اعمليها مره تاني ومره تاني، يعني مش مشكله يعني. بص، انا فضيت السمنه الاول، لازم السمنه قبل اللبن. تمام. وتغلفيها كلها. عايزه حبيبات السميد بتاع البسبوسه دي تبقى مغلفه كلها كده بالسمنه. ديت اللي هيخليها ما تطلعش معاكي متعجنه ولا كابسه ولا، فاهمه انتي؟ هتطلع جميله جدا لو عملتيها كده بالطريقه دي بالظبط. لو انتي حسبتيها قسما بالله مش مكلفه، يعني مش مكلفاني 20 جنيه. والله ما وصلت 20 جنيه. انا جايبه سميد البسبوسه ده ب5 جنيه، واللبن موجود عندي والسمنه موجوده عندي. مفيش بيت يا جماعه مفيهوش سمنه مفيهوش لبن والحاجات دي. والحاجه طالعه نظيفه وزي الفل وجميله. انت يعني بتعملي حاجه ولادك بحب، بتنضفي حاجه ولادك بحب، بتعملي، فاهمه انت؟ بتعملي حاجه لعيالك، مش حاجه تبيعيها كده وخلاص. انت مش ضامنه بقى اللي بره ده بيغسل الحاجات دي وازاي ولا بيعمل ايه يعني. طبعا في ناس كتير نضيفه وناس كويسه، يعني محلات كتير كويسه، بس انا بحب حاجه البيت برضو. انا بعجنها كده تمام، هي بقت كده. البسبوسه مش محتاجه عجين كتير. انا معايا الصينيه دي دهنتها كده سمنه او زيت اللي عندك. تمام. وبفضي. طبعا هو انا كان المفروض اعجنها في حاجه اكبر من البول ده، بس انا يعني استسهلت الصراحه. يعني هي لو بول كبير شويه كانت هتبقى حلوه يعني. بولتي صغيره خالص بتاعت الشوربه دي. تمام. طبعا هتسويها كلها كده. عايزه الارتفاع بتاعها السمك يبقى واحد، فاهماني؟ هتفرديها كده كلها بالمعلقه. هي مش محتاجه عجين خالص، البسبوسه مش محتاجه عجين، غير الكيكه مش محتاجه عجين خالص يعني، فاهماني؟ طبعا انا كده سويتها كلها بقت سوا واحد. هنزل عليها بالمكسرات اللي انا عاملاها دي. الموجود عندك مكسرات حطي، سوداني بس ماشي، زبيب بس ماشي، بس خدي بالك عشان اتلسع شويه مني، هتشوفي دلوقتي. فاهمه؟ هو ما اتلسعش قوي، هو كان يعني ما كانش محروق ممرر، بس هو كان احمر كده جامد يعني. طلع طعمها تحفه، طلع جميله جدا. تمام. بوزعها عليها كلها كده. وطبعا انا كنت محضره الشربات بتاعها او السيرب بتاعها، اللي هو كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، نص ليمونه. تمام. لازم تدوسي عليه كده علشان يعني يمسك في بعض، يعني مش يتخانقوا، لا يمسكوا. يمسكوا في بعض، يبقى حاجه واحده. عشان جدا والله العظيم يا حبايبي. متنسونوش بقى في اللايك. تمام. اعملي حاجه ولادك بايديكي، اي حاجه، حلويات، اكل، عصاير، اعملي كل حاجه بايديكي والفي وفنني براحتك. تمام. ولو حاجه باظت منك في الخباثه كده يعني على طول، فاهمه انت؟ عارفه توديها فين يعني.
بصي بعد ما طلعت اهو، ده اللي كنت بقولك عليه، شايفه السوداني؟ هو يعني هو طلع احمر بس، وما اتحرقش، يعني ما كانش ممرر، لا ده كان طعمه حلو جدا على فكره. بس لو انت مش حابه كده ما تحطيش يعني. طبعا هحط اول ما تطلع من الفرن، انا محضره طبعا الشربات بتاعها، وسقيتها بيها على طول وهي سخنه اول ما تطلع من الفرن، فاهماني؟ بصي طالما طالعه معاكي كده، شايفه جنب بتحسيها كده مليانه الشربات كده، فاهمه انت ازاي؟ تبقى مش معجنه ولا كابسه ولا ماسكه في بعضها كده، تبقى نجحت وزي الفل. شايفه؟ شايفه جنبها عامل ازاي؟ يعني هي كلها كده يعني، شايفه؟ مش يعني الناس بتعمل البسبوسه بتبقى عامله زي الطوبه معاها، مش فاهمه ليه يعني. شايفه ناعمه ازاي؟ جميله جدا، وبألف هنا وشفا، وشكرا على المتابعه.